واكو مراجع ذيك التقيه ذيك الوجه السموح اللي الله نعطيها نور وعافيه وصحه والله يبد بعمرهم من اعمارنا على اعمارهم. الشيخ عبد الملك السعدي وسماحه المفتي البطل الشجاع الغيور الدكتور رافع الرفاعي. دكتور رافع الرفاعي اليوم عليه القاء قبض. اي رتبتها حنان الفتلاوي. كائن من كان يعني رتبه، لكن هو ما له مقبوليه بالشارع، ام له مقبوليه مستحيل. بالشارع السني؟ لا له مقبوليه، بس ترى الساحه ترى اغلب الناس تخاف تحكي. يعني هسه المناطق حتى اللي رجعت عليها مسيطر عليها الحشد، الناس تخاف تحكي. ليش تكره الحشد؟ مو واضح. انت طائفي. مو واضح. لا انا مع احترام دقيقه، مع احترام السرايا السلام وكتائب الامام علي اللي موجوده بالدور. هذول حطوا معقار على راسي. هذول والباقيين ما العراقيين اذوا بشر، يساعدون الشايب، يساعدون الطفل، اخلاق الشيعه الاحرار. شايليها سرايا السلام اللي راحت ودت معونات في وقت الحشد، بس رجلتها من الفلوجه. مقتدى الصدر دس سرايا السلام ودت معونات الفلوجه، وكتائب الامام علي الموجوده في قضاء الدور. هذول اخلاق الشيعه الاحرار، هذول افتخر بهم اذا اقول لهم هذول اخوتي. اما الباقيين خراساني وما ادري منو. بغض النظر عن تسمياتهم، عن التسميات إيه؟ ما علي يعني بالتسميات وما علي بالقاده. نعم. انا اتحدث عن فتوى راح على اساس ملايين العراقيين من مناطق الجنوب نعم. اتطوعوا. نعم. انا اروح لبغداد، شفت حجم الشهداء، انا ليس بموقع ايضا دفاعني، انا مذيعه من المفروض اعطي وجهه نظر، لكن حجم الشهداء من مناطق الجنوب مناطقكم كثير، ما تترحمونهم؟ حرام. لا تقولون الله يرحمهم. المرجع السيستاني انطاهم فتوى قال لهم روحوا دافعوا عن اخوانكم السنه وروحوا طلعوا الدواعش، جهاد كفائي روحوا طلعوهم، ما قال لهم روحوا فجروا فوق على الاقل 80 جامع. اللي طلعوا الدواعش، اللي قتلوا او قتلوا على يد الدواعش او استشهدوا بالاحرى. لا صح. اقسم لي